السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك لو عجبكم الفيديو. ما تنسوش تدعوا لأخواتنا في غزة، ربنا ينصرهم يا رب. هنا أنا رحت وديت سند المدرسة ورحت السوق، جبت طماطم وجزر وجبت بسكوت وزيتون، والأستاذ سعيد جاب المقرمشات دي، وجبت سفندي وجبت كبدة فراخ وجبت خضرة محشي وجبت كرومبة اللي أنا عاملاها دلوقتي. الخضرة اهي وادي الكرنب. اول حاجة انا بعمل التسبيكة بتاعة المحشي، بحط الاول البصل يتشوح الاول شوية، وبعدين بحط له فلفل. انا حطيت فلفل حراق يعني مش كتير كده عشان العيال تعرف تاكل ما يبقاش حراق يعني. بس كده، ورحت مقلبات قلبتين وحطيت الصلصة اللي انا ضربها في الخلاط بالطماطم يعني، وبحط بقى ملح وفلفل اسود وبابريكا وجنزبيل وكركم، واسيبها بقى لغايه ما تتسبك. هنا بقى الكرنب انا عايزه اسلقه، بحط ميه وبحط ملح وكمون وبحط الورق يعني، بس مش بغيبه يعني ثواني كده، واروح مطلعاه من الميه حطاه في مصفى. هنا بقى انا عملت الفراخ، حطيت الاول الفراخ تتشوح وبعدين فلفل اسود واقلبها كده تقلبتين، وبحط البصل والطماطم واشوحهم كده، وبعدين ازودها الميه واحط ملح. الفراخ بقى اللي زي دي كده بتبقى حلوه ان انت تحط الملح في الاول، لكن اللحمه تحط الملح قرب ما تستوي. بس انا هنا خلاص خلصت التسبيكه بقى، خلصت وبحط بقى الخضره والف بقى المحشي. هنا بقى انا بلف المحشي. انا كان عشان بس انا صبعي كان متعور انا بحط كده بالمعلقه، لكن انا في الوقت العادي لا، انا بحط يعني على طول. طبعا لازم سندي تقعد تعك في تمسك المعلقه لازم يرزوني يعني. هنا بقى بعد ما خلصت بحط الاول ملح وبابريكا، واحط شوربه وازود بقى المحشي لغايه يعني الشوربه تعدي بس على الوش بس كده. بس هنا خلاص بعد ما خلصت وحمرت الفراخ. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.